أهلا بكم يا أصدقاء في قناة رزق الإلكترونيات. النهاردة إن شاء الله هنشوف تغيير هيتر أو ملف لمكوة القصدير. دي المكوة بتاعتي، تمام. طبعا لمبة البيان منورة، هنجرب دلوقتي لكن ما بتسخنش معايا، تمام. فأنا فكيت لقيت الهيتر أو الملف ده، الملف الجديد. لقيت الملف طبعا قاطع معايا. هنقيس دلوقتي ونشوف هيدينا كام على الافوميتر. هنبدأ نجيب الافوميتر كده وهنبدأ نقيس كده يا اصدقاء. ادي الهيتر الجديد اهو. هنبدأ نقيس كده، هنلاقيه عطينا حوالي 900 او 900 وشوية، تمام. طيب، لكن القديم كان قاطع معايا خالص، فما كانش مديني اي مقاومة، فانا عرفت ان هو قاطع عشان كان مش مديني اي قراءة، تمام. ده الهيتر الجديد ولمبة البيان هنجرب كده مع بعض. ادي المشترك الكهرباء اهو، وصل لمبة البيان ادي اهي، يعني الدايرة شغالة ولمبة البيان قايدة، لكن الهيتر بس هو اللي فيه المشكلة. طيب هنغيره ازاي؟ هنفك المكوة زي ما احنا شايفين كده، وهنبدأ نجيب الهيتر الجديد اهو. هنبدأ نفك المسمارين دول. بيجي طبعا في الملف او في الهيتر الجديد بالشكل ده كده. بعد ما فكيتهم اهو، هنبدأ بقى نعدي الهيتر. نعديه في دي الاول يا اصدقاء كده بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهو. بعد ما نعدي الهيتر، نبدأ نربط المسامير بتاعتنا بالشكل ده. سنة بس عشان تسند معايا، وبعد كده لسه هنحط سن الكاوية. نبدأ بقى نعمل ايه دلوقتي؟ نعدي الطرفين دول هنا. بعد ما عديتهم يا أصدقاء، هنبدأ نضغط كده على الكاوية بالشكل ده كده يا أصدقاء اهو. وهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبدأ نضع الطرف ده، طرف من الهيتر هنا تحت المسمار ده، والطرف التاني من الهيتر تحت المسمار ده. بعد ما وصلت كده يا أصدقاء اهو، الطرف ده على المسمار ده والطرف ده على المسمار ده. هنبدأ نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنلف الكابل ده هنا كده عشان مع الشد يبقى ماسك معانا بالشكل ده كده يا أصدقاء اهو. وهنبدأ كده بقى نقفل ليه كده يا أصدقاء اهو بالشكل ده كده اهو. وهنلف طبعا العدسة دي على لمبة البيان بالشكل ده. بعد ما دخلتها كده يا أصدقاء، نربط بقى الحلقة دي كده بالشكل ده كده اهو. كده فاضل معانا ايه؟ فاضل معانا السن بس، ده سن الكاوية. هنبدأ نضعه كده اهو بالشكل ده، وهنربط المسمار ده اهو بالشكل ده كده. وهنربط المسمار اللي من الجنب التاني برضو بالشكل ده كده. كده يا أصدقاء قفلنا الكاوية بتاعتنا. هنبدأ بقى نضعها في الكهرباء ونستنى لحد ما تسخن شوية ونشوفها على القصدير كده اهو. كده أضاءت معانا اهي يا أصدقاء زي ما حضراتكم شايفين.
طيب هي كده كده كانت الاول مضيئة برضو. احنا تجربتنا دلوقتي على السخونة كده بدأت تسخن معايا اهي. هنستنى شوية ونجرب بالقصدير قدام حضراتكم. طبعا في اول ما تشغل الهيتر كده بتلاقي دخنة بسيطة تمام ورائحة كده، فما تقلقش. ده بس عشان الهيتر لسه جديد، فمفيش اي مشكلة خالص. كده الكاوية سخنت معانا يا اصدقاء. وزي ما قلت لحضراتكم ما تقلقوش من الدخنة اللي طالعة دي، لان الهيتر لسه جديد فمفيش اي مشكلة خالص. تمام. بعد شوية كده او بعد شغل مثلا شوية هتلاقوا مفيش الدخنة دي خالص. تمام. هنبدأ بقى نجرب كده القصدير اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. كده القصدير بيتاكل معايا اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. القصدير بيسيح على الكاوية، مفيش اي مشاكل خالص. يبقى احنا كده صلحنا كاوية القصدير. هي الفكرة كلها بس ان انت بدل ما تشتري مكوة كاملة، لا انت كده بتشيل الهيتر القديم وتحط الهيتر الجديد، فيبقى اقل في التكلفة من ان انت تجيب مكوة جديدة. ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو ياريت لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.